سلام. النهاردة هنعمل فراخ وخضار في الكيس الحراري. هنا عندنا فرختين مغسولين ومنضفين، ودي التتبيلة: بصل وبهارات وملح وفلفل وشوية زيت. بنضربهم في الكبة ناعم، وبنحشي بيهم الفراخ من جوه ومن تحت الجلد. بنحاول ندخل كده ناحية صدور الفراخ يمين وشمال، وبنقلبها في التتبيلة. ممكن تعملي يعني اكتر من واحدة على حسب عدد الأسرة يعني. هنا تبلنا فرخة، ودي التانية. طبعا الفراخ مغسولة ومتنضفة ومصفية المية بتاعتها قبل ما نستخدمها ونتبلها. بنجيب كيس حراري يساع الفرختين، وبنحط فيه شوية دقيق، وبنرج دقيق فيه، وبعدين بنفضي شوية دقيق الزايدين. بندخل الفراخ جوه الكيس الحراري، وبيبقى جاي معاه رباط كده بنربط بيه الكيس الحراري. باقي التتبيلة برضو بنضيفها، بتدي برضو زي بخار وطراوة للفراخ، لانها كده كده بتنزل ميتها. ده الرباط اللي انا بقولكوا عليه، بنربط بيه الكيس، وبنعمل فتحتين كده 3 عشان الكيس ما يفرقعش جوه الفرن. يعني فتحة كده وفتحة تانية عشان البخار. وبنحطها في صينية وبندخلها الفرن. تقريبا بتاخد 50 دقيقة. هنا ده الخضار اللي هنعمله برضو في كيس حراري منفصل مشوي في الفرن. عندنا كوسة وبصل وطماطم وجزر وبطاطس مقطعينهم كبير. التتبيلة: ملح وفلفل وزيت وبهارات. ده زيت زيتون. طبعا الخضار غسلينه ومقشرين البطاطس والكوسة مشرحينها كده شوية، وجزر وطماطم. بنقلب عليهم التتبيلة. هنا كان فايت شوية تتبيلة في الكبة اللي احنا تبلنا بيهم البطاطس، حطيتهم برضو معاه. ملح، ما بنكترش ملح، ولما يستوي الاكل ممكن بنزيد شوية ملح. دي معلقة صغيرة بهارات برضو. بنقلبهم بايدينا بحيث انها بتتوزع التتبيلة كلها على الخضار اللي عندنا. برضو بنعبيه في الكيس، كيس حراري، وبنربطه بالرباط اللي بيبقى جاي مع الكيس نفسه. ده الخضار، وبعدين بنحطه في الفرن يستوي. يعني ديت الفراخ، وده الخضار السوتيه اللي هيتاكل معاه. هنا ده بعد ما اتشوت وطلعت من الفرن، حشتها من الكيس الحراري. وده كيس الخضار السوتيه اللي اتعمل مع الفراخ. ودي كانت الوصفة: خضار سوتيه مع الفراخ مشويين في الكيس الحراري. وبالهنا والشفا، وإن شاء الله الوصفة تعجبكم.
ولو عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك وسبسكرايب وتعليق حلو من عندكم. شكرا، نشوفكم كل خير ان شاء الله. هنا الخضار مشوي على البخار، ما حطيناش ميه برضو في الوصفتين. وده التقديم النهائي. شكرا. الخضار طبعا مستوي كله على البخار.